وفي مدينة مأرب المقاومة الشعبية التي تشكلت منذ وقت مبكر قاومت بصمت ووقفت جدارا صلبا ضد محاولات الحوثيين المبكرة للسيطرة على المدينة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في ذكرى نكبة 21 من سبتمبر، ها هي مأرب ترفع علم الجمهورية يرفرف عاليا على كل التباب والمواقع التي حررتها من ميليشيات الحوثي وصالح لتعلن عودة الشرعية ونهاية الإنقلابيين. مأرب التي رفضت الانقلاب منذ الوهلة الأولى وأعلنت قطع علاقاتها مع صنعاء في يناير الماضي، التي أضحت سلطاتها بيد الميليشيا وظلت محافظة على هيبة الدولة بسلطتها المحلية وجيشها الوطني. بالنسبة للوضع في المحافظة يسير بشكل طبيعي في الجانب الإداري وفي الجانب الخدمي، يعني الحياة تصير طبيعية. الحمد لله، يعني الوضع مستقر والناس يعني يتسوقون الآن بالوضع بشكل طبيعي مع بدون عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. بالنسبة لوضع السلطة المحلية يعني قطعت علاقتها بالميليشيات وإدارتها في صنعاء من بداية الانقلاب، وأصدروا بيان في هذا الجانب. والآن يعني المحافظة تسير وضعها يعني ذاتيا في كل الجوانب، سواء في الجانب الإرادية والجوانب حتى صرف الرواتب إلى كل الجوانب، كل الجوانب الأخرى. من هنا بدأت رحلة الحصار والمؤامرات التي يقودها صالح والحوثي على مأرب، فكانوا يختلقون الدسائس والمشاكل منوعين وسائلهم وأهدافهم ليحاولوا شق الصف المأربي وإرباك المشهد لإسقاط المحافظة بأي شكل وأي طريقة، لكنهم فشلوا في كل مرة وعادوا خائبين بعد كل محاولة. وحين لم تنجح محاولاتهم زجوا بكل ما يملكوه من السلاح والعتاد الذي نهبوه بعد إسقاطهم للدولة، لكنهم أيضا باءوا بالفشل. للأسف الشديد سمعنا وتبادر إلى سماعنا أن سلطة الانقلاب تقول اليوم إجازة، ولو كانوا حريصين فعلا على مآسي هذا الشعب، ولكن زيادة مآسي الشعب من أجل أيضا أن يوقفوا البنوك وأن يوقفوا الخدمات من أجل أن لا تصل الخدمة إلى الناس. لكننا في محافظة مأرب المكاتب مثل ما أنتم رأيتم وشاهدتم تؤدي دورها وعملها، وخير شاهد هو ما يقوم به الأخوة في البنوك من أجل أيضا مساعدة الناس في ظل الظروف هذه الاستثنائية. مدينة مأرب التي لم تطأها أقدام الميليشيا ها هي اليوم تعيش حياتها الطبيعية بعد أن عانت طويلا من قسوة العيش في كل نواحي الحياة، متجاوزة الكثير من الصعوبات والمعوقات التي فرضها الانقلابيون. عانت مأرب كثيرا طوال الفترة الماضية من الحصار وشح الإمدادات، لكنها كانت تملك رجالا لا يقبلون الظلم والباطل، وهي اليوم تستعد لمعركتها الفاصلة التي يترقبها كل اليمنيين، ولسان حالهم يقول لا بد من صنعاء وإن طال السفر. ذياب الشاطر لقناة من شباب. الواحد